مساء الخير. ازيكم؟ معاكم تامر ابو كيف من شركه كانون. جاي اتكلم معاكم النهارده عن كانون بيكسما جي سيريز، مجموعه منتجات اسمها مجموعه جي سيريز. هنتكلم عن برودكت، وهنتكلم عن مدى توافقه مع احتياجاتنا المنزليه في الفتره اللي فاتت، وعن يمكن التغير اللي حصل في احتياجاتنا الفتره اللي فاتت، وازاي ده بقى ليه نتائج على شكل احتياجاتنا جوه المنزل. اعتقد مفيش حد في العالم ما تاثرش خلال الكام شهر اللي فاتوا بازمه الكوفيد 19 اللي بقى ليها تاثيرات وتوابع عالميا في كل المجالات وفي كل الاتجاهات. ويمكن احد الحاجات اللي احنا حسينا بيها خلال الفتره اللي فاتت، كام شهر اللي فاتوا، كان مثلا بالنسبه لاولادنا اللي في المدارس، وان هم بقوا بيدرسوا من المنزل بدل ما كانوا بيروحوا المدرسه. فبقى في احتياج اكتر للدراسه اونلاين، بقى في احتياج اكتر للطباعه من المنزل، فبقى في احتياج متصاعد لاي حد النهارده عنده طالب جوه مدرسه ان هو بيبقى محتاج يطبع ورق اكتر في البيت. ومش بس يطبع ورق، لا غالبا كمان بيكون محتاج يطبع ورق الوان. من ناحيه تانية الاطفال يمكن اللي اصغر من كده، اللي لسه ما دخلوش مدرسه، كان الاول بقدر اتحرك بيهم واشغلهم في مجالات مختلفه. النهارده مع الكورانتين او الحجر اللي حصل، وان الناس قعدت في البيوت فتره طويله جدا، كان عندنا وقت كتير جدا. فهنتكلم ازاي ان البرودكت ده ايفن ممكن يفيدنا في ان احنا نملى الوقت ده بشكل بناء ومفيد لاطفالنا، وفي نفس الوقت يكون ممتع جدا جدا بالنسبه لهم. بس الاول قبل ما نبدا نتكلم في الحته دي، خلونا نتكلم على البرودكت والتكنولوجيا الخاصه بالانك تانك، وايه هي فكره الانك تانك. النهارده احنا كان الانك تانك يا جماعه ببساطه هي تكنولوجيا مشتقه من التكنولوجيا بتاعه الانك جت تكنولوجي، او ما يطلق عليه بالعربي الحبر النافذ. اللي هو فكرته كانت مبنيه على ان حضرتك بتنزل تشتري برينتر، ومع الوقت بتغير له كارتريدجز او خراطيش بتاعه حبر حسب الالوان اللي فضيت واحتياجاتك واستخدامك. وكانت الحقيقه التكنولوجي دي دايما بيبقى ليها اول ما بنقول انك جت بيبقى في شويه افكار بتظهر في دماغنا. خلونا نناقش سريعا بعض الافكار دي ونشوف ازاي كانوا النهارده بتقدم لنا حللنا كل المشاكل دي. بالعكس، حول التكنولوجيا دي لحاجه مش هنقدر نستغنى عنها بعد كده. اول حاجه كانت بتتقال سعر الحبر غالي. انا بجيب برينتر رخيص وسعره كويس، ولكن سعر الحبر بيبقى غالي جدا ومكلف بالنسبه لي. الهيد بيتسد، وبالتالي بتبص تلاقي لون وقع، فبيبقى عندنا مشاكل، وتكلفه الورقه نفسها كنسخه عاليه. دي 3 مشاكل اساسيه كانت بتقابل المستخدم اللي بيشتغل بالتراديشنال انك جت تكنولوجي. النهارده كانوا عملت سوليوشن لطيف جدا، قدمت لحضرتك برودكت انك جت. مبدئيا كده اول حاجه البرنت هيد بتاعه هي تكنولوجي خاصه، تكنولوجيا خاصه بشركه كانون العالميه اسمها فاين تكنولوجي. ودي احنا بنصنع البرنت هيد بدقه عاليه جدا جدا جدا، بتدينا برنت ريزوليوشن اب تو 4800 دي بي اي او دوت بير انش، او نقطه لكل بوصه مربعه. وده طبعا بيدي جوده طباعه عاليه جدا جدا. طيب ايه كمان؟ تعالوا نشوف ايه كمان. الرينج بتاع الورق اللي انا او الخامات اللي بقدر اطبع عليها جوه البرينتر، ببدا من اول الورق العادي اللي هو ال 80 جرام لغايه الورق الفوتوجلوسي اللي اب تو 275 جرام فوتوجلوسي بيبر. بقدر اطبع على الفوتوجلوسي بيبر وعلى بعض الخامات السيرتيفايد من شركه كانون، اللي هي سيرتيفايد لان هي تطبع صور. بقدر اطبع صور بكواليتي رهيبه، بكواليتي ممتازه فوق الممتازه. طيب ايه كمان؟ موضوع ان سعر النسخه عالي. انا جاي النهارده اقول لكم ان البرينتر دون بالكواليتي اللي انا بكلمكم عليها دي، حضرتك هتستخدمه استخدامك في منزلك، سواء لاولادك الطلبه اللي في المدارس، او الاطفال الصغيرين، وهنشوف ازاي هنقدر نشغلهم من خلال البرينتر، او حتى ايفن حضرتك او حضرتك اللي بتشتغلوا النهارده من البيت، زي ما ناس كتير جدا على مستوى العالم بقت بتشتغل من البيت، فبيحتاج يطبع دوكيومنتس برضو او مستندات خاصه بشغله. طيب سعر النسخه
احنا النهارده بنتكلم في سوليوشن سعر النسخه فيه بيبقى اقل من 5 سعر، اقل من 5 سعر. باخد ورقه كولر بفيري هاي كواليتي، جوده عاليه جدا جدا، وبسعر نسخه 5 سعر. طب ازاي الكلام ده؟ الكلام ده ببساطه لانه التكنولوجي النهارده مبنيه على ان ما بقتش بحتاج ان انا احط خراطيش او كارتريدجز حبر جوه المكنه، لا بقى عندي لكل لون جوه الماشين تانك حبر، وبقدر املاه حبر. طيب الحبر ده اكيد غالي خالص، احنا بنتكلم في طقم الحبر سعره مناسب جدا جدا، مفاجاه هسيبكم تشوفوه، ولكن هو سعر مفاجئ جدا، بيخلي سعر النسخه فعلا اقل من 5 قروش. طيب يعني انا هشتري برينتر وهروح اشتري حبر؟ لا، الكلام ده مش مظبوط. حضرتك بتشتري المكنه ومعاها احبار، وحضرتك بتشتريها من الاول بتغطيك حوالي من 11 ل 12 الف نسخه اسود، وحوالي 7000 ورقه الوان. بمعدل الاستخدام المنزلي احنا بنتكلم في ان البرينتر دون حضرتك هتشتريه هتقعد من 2 ل3 سنين تقريبا بمعدل الاستخدام المنزلي، مش محتاج حبر. ولما تروح تشتري حبر هتلاقيه متوفر وهتلاقيه بسعر مغري جدا جدا. طيب ايه كمان؟ البرنت هيد بيتسد. طيب هو خلونا نتكلم موضوع البرنت هيد ده كان بيتسد ليه؟ الهيد كان بيتسد والبرنتر بيقف عشان ببساطه حضرتك لان سعر النسخه غالي ما بتستخدموش كتير، فالانكجت بيبقى محتاج استخدام مستمر. انا النهارده مع سعر النسخه ده بيبقى مغري جدا بالنسبه لي، ومع شويه ابلكيشنز هنقولها على طول دلوقتي كمان شويه صغيرين هنبص نلاقي ان معدل الطباعه عندي بقى مستمر. طب وبعد لما الضمان يخلص؟ طب ما خليني اقول لكم على مفاجاه حلوه جدا ريجاردنج الضمان. احنا دلوقتي كانون عامله اوفر فور ليميتد تايم على الجي سيريز، ان الضمان بتاعها بدل سنه بقى 3 سنين. فانا واخد اوفيشال وارنتي من كانون 3 سنين على البرودكت بتاعي الجي سيريز. عظيم. فانا ما بقتش قلقان من الموضوع بتاع البرنت هيد او الصيانه عموما، لان انا شركه كانون ضمن لي المنتج اللي عندي في البيت 3 سنين. سعر نسخه مناسب جدا جدا، ايمج كواليتي عاليه جدا جدا جدا. طب ايه كمان؟ تعالوا نشوف شويه حاجات بسيطه جدا. اول حاجه هنتكلم عليها الصراحه هي ابلكيشن انا شايفه برنامج قوي جدا جدا، ومجرد ما حضرتك بتقتني اي برودكت من المجموعه بتاعه جي سيريز اوتوماتيك حضرتك بيبقى ليك حق استخدام هذا المنتج او هذا الابلكيشن. ايه هو الابلكيشن دون؟ هو كانون كرييتيف بارك. كانون كرييتيف بارك تقدروا حضراتكم تعملوا له داونلود بعد لما تجيبوا المنتج، موجود على جوجل بلاي ستور وموجود على الابل ستور، الاب ستور بتاع ابل. ساعتها حضرتك هتعمل له داونلود فور فري من غير ما تدفع عليه اي حاجه، وبتعمل ريجستريشن بالسيريال نمبر بتاع الماشين بتاعت حضرتك. طيب ايه بقى كانون كرييتيف بارك بيعمل ايه؟ هتكلم عليه شويه وهنشوف كمان شويه فيديو يوضح اكتر ايه هو كانون كرييتيف بارك. كانون كرييتيف بارك فاكرين من شويه لما قلت لكم الاطفال الصغيرين نقدر نشغلهم؟ من احد الانشطه اللطيفه جدا اللي الاطفال الصغيره بتحبها ان هي تاخد الوان وكالرز وتمسك رسمه وتقعد تلونها. الحقيقه الهوايه دي بتبدا من عند الاطفال الصغيرين ويمكن بتوصل لغايه الناس الكبيره كمان، في ناس كتير بتبقى حابه التلوين. احد الابلكيشنز اللي بلاقيها جوه الكرييتيف بارك هو الكولرينج بيجز والكولرينج بوكس، وان حضرتك ممكن تجيب طفلك يسكرول من جوه الابلكيشن ويختار الرسمه اللي عجبته وهوب يلاقيها اتطبعت على برينتر ويقعد يلون. ممكن نبدا نعمل حاجات فيها ماكيتات وهاند كرافتنج، شغل بايدينا للاطفال اللي اكبر شويه اللي عايز انمي عندهم الابداع والكرياتيفيتي. ويمكن من هنا بدا يبقى في اسم ان هو ابلكيشن اسمه كانون كرييتيف بارك، ان هو بيشتغل على الحته دي. طيب التينيجرز، احنا النهارده عالم التينيجرز بيتحرك بشكل كبير عن طريق السوشيال ميديا والايمجينج والتصوير. في ابلكيشنز كتيره جدا جوه كانون كرييتيف بارك خاصه بالتصوير. نقدر نعمل بيكتشر كولاجز ويبقى عندي فاني ديزاينز. اقدر اعمل بيرسوناليزد كالندرز. هنا يا جماعه انا مش بكلمكم عن حاجه مجرد ان انت عندك شويه تصميمات او ديزاينز جاهزه بتختار منها وبتطبع. اللطيف في الموضوع هنا ان انت بتقدر
تعمل بيرسوناليزنج او بتشخصها. فحضرتك هتقدر تحط صورك الشخصيه جوه الكالندر بتاعتك، فالكالندر بتاعتك هيبقى فيها صورك. هتقدر تعمل ابلكيشنز كتير جدا لا حصر لها، هتلاقوها موجوده جوه كانون كرييتيف بارك. ممكن مش لازم على فكره عشان تشتغلوا بكانون كرييتيف بارك وتاخدوا فكره، ولازم عشان تشتغلوا يكون عندكم برودكت طبعا جي سيريز، ولكن انتوا تقدروا تعملوا فري داونلود للابلكيشن. يلا روحوا دلوقتي على طول على البلاي ستور وعلى الاب ستور، اعملوا فري داونلود، اعملوا سيرش على كلمه كرييتيف بارك، اعملوا داونلود للابلكيشن وخدوا فكره، اتفرجوا شوفوا الابلكيشنز. ويمكن انا هستغل الفرصه دي عشان اعلن عن كومبيتيشن هتظهر الفتره اللي جايه ريليتد للكرييتيف بارك. فستي كونكتد وخليكم متابعين عشان تعرفوا ايه الكومبيتيشن اللي احنا هنعلن عنها ريليتد للجي سيريز الفتره اللي جايه. اخر حاجه بقى عايز اقولها لكم كمان على كرييتيف بارك، انه يا جماعه احنا كنا بنتكلم ان احنا بنتكلم في مراهقين تينيجرز وبيحتاجوا يتصوروا كتير. النهارده بقى في ديفايسز كتير بتستخدم في التصوير، سواء كانت موبايل او بروفيشنال كاميرا او اشكال كتير جدا ممكن نستخدمها. طب انا النهارده عشان اطبع على البرينتر، الموضوع الاول كان زمان قبل التكنولوجي ما تظهر كان صعب شويه. البرودكت بتاع الجي سيريز النهارده فيه بعض الفيتشرز اللي بتسهل حياتي جدا، زي مثلا فكره الطباعه من الموبايل عن طريق الابل اير برنت، ان انا من اي حته في البيت سيمبلي هقدر طول ما انا جوه الرينج بتاع النتورك من موبايلي دايركت بسيرش على برينتر بطبع اون ذا سبوت. وطبعا زي ما قلنا من شويه سواء من خلال الكانون كرييتيف بارك او من خلال اي ابلكيشن عندي على الموبايل. حاجه اخيره عايز اقولها لكم برضو كنوعا ما اضافه موجوده للبرودكتس مجموعه الجي سيريز برودكتس، هو ابلكيشن تاني وبرنامج تاني اسمه كانون برنت اب. ايه كانون برنت اب؟ هو برنامج لطيف جدا بيكونكت مع او بيتصل مع المكنه بتاعتي، بيوفر لي شويه انفورميشن عن الماشين، اقدر من خلاله ابعت على البرينتر بتاعتي الجوب اللي انا عايز ابعتها، ايا كانت ايمج او دوكيمنت او ايا كان شكلها. مش بس كده، ده كمان النهارده اعتقد ان مفيش حد فينا بيشتغل ما بيشتغلش على الكلاود بشكل او باخر، من اول الفيسبوك للجيميل للدروب بوكس لاشكال كتير جدا لا حصر لها من اشكال الكلاود اوفرينجز. النهارده حضرتك من خلال الكانون برنت اب بتقدر تطبع دايركتلي من على الكلاود، تريتريف او تسحب الدوكيمنت اللي حضرتك عايز تطبعها من على الكلاود، بتقوم طابعها دايركت على البرينتر، والعكس تقدر تعمل سكاننج، لانه احنا مثلا فور اكزامبل الكانون جي 3411 3411 هي برينتر مالتي فانكشن برينتر 3 ان 1، فهي فيها السكاننج اوبشن، فحضرتك تقدر تعمل سكاننج لاي دوكيمنت من على البرينتر وترفعها دايركتلي على الكلاود اكونت بتاع حضرتك بدون الاحتياج لان انا اكون قاعد مثلا على اللابتوب او على البي سي بتاعي عشان اعمل فانكشن زي دي. فكمان بسيف تايم وبعلي الانتاجيه بتاعتي. بكده انا خلصت الانترودكشن بتاعي للجي سيريز، وبشكركم على وقتكم واسيبكم مع الفيديو. شكرا.